هل يتذكر أهل الجنة ماضيهم على الأرض؟ لن تتخيل الإجابة. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الوجه المشرق. يسعى المسلم في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرضي الله عز وجل ويفعل الخيرات ويتجنب فعل المنكرات من أجل الوصول إلى رضا الله وجائزته الكبرى وهي الجنة. فالجنة هي مأوى المتقين وهدف القانتين، وهي عزاء أهل البلاء الصابرين. هي ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جزاء لهم على ما قدموه في حياتهم الدنيا من صبر وثبات وإيمان وعمل صالح. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، وإن في الجنة أنهارا من اللبن والخمر والعسل التي أعدت للمتقين. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أسرار لأهل الجنة، وهل هم بالفعل سيتذكرون ماضيهم على الأرض؟ هيا بنا لنتعرف على هذه الأسرار. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. كيف سيعيش الإنسان في الجنة؟ وما الاختلاف عن الدنيا؟ حياة الإنسان في الجنة هي تختلف بلا شك عن حياته في الدنيا، فالإنسان في الحياة الدنيا تكون لذته مؤقتة تنتهي بقضاء حاجته، أما في الجنة فلذة الإنسان دائمة لا تنتهي ولا تنقطع، إنما تتجدد في كل مرة بأقوى وألذ مما سبق، كما ورد في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. صدق الله العظيم. وأن شغل أهل الجنة التلذذ بالنعم من طعام وشراب مع الحور العين، بخلاف شغل أهل الدنيا حيث يكون فيها النصب والتعب والهم والغم وكذلك الحزن. كما إن من جوانب حياة الإنسان في الجنة أنه لا يخرج ما يخرجه أهل الدنيا من فضلات وأوساخ كالبول والغائط والعرق، فأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يرشح ذلك منهم على هيئة ريح مسك طيبة. كما أن أهل الجنة لا ينامون كما ينام أهل الدنيا، ذلك لأن النوم هو الموتة الصغرى، وإن أهل الجنة لا ينبغي لهم الموت، فقد أكرمهم الله تعالى بأن منحهم الخلود الأبدي بعيدا عن التفكير في هواجس الأجل المؤقت والموت المتربص. وإن صورة أهل الجنة هي صورة في غاية الجمال والبهاء والتألق والنضرة، فأهل الجنة مجردين من الشعر على وجوههم وأجسامهم، كما أن الكحل يزين عيونهم ويمدها بقوة الإبصار، وهم بالعمر والسن في ذروة الفتوة والقوة، حيث يكونون في عمر 33 وهو عمر سيدنا المسيح عليه السلام حينما رفعه الله إليه. كما أن من جوانب حياة الإنسان في الجنة أنه لا يسأم ولا يمل، فهو بعيد عن آفات النفس التي يعانيها الإنسان في الدنيا، حيث يضجر أحيانا ويقلق أحيانا أخرى، فهو في صحة نفسية كاملة. لكن هل أهل الجنة سيتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا؟ هذا ما سنعرفه الآن. أهل الجنة يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا. نعم، قد وردت أدلة في القرآن الكريم تدل على ذلك، منها ما جاء في سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. وكذلك تذكرهم لأهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفر، كما قال تعالى في سورة الصافات: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما
أئنا لمدينون. صدق الله العظيم. ويتذكرون أيام الدنيا وما لقوا فيها من ابتلاءات ومحن في أنفسهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم، فيقولون مسرورين: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم تثور ذكريات الماضي في الدنيا عندما يرون فاكهة تشابه الفاكهة التي كانوا يأكلونها في الدنيا، لكنها تختلف عنها في الحجم والطعم. ويقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. صدق الله العظيم. كما يتذكر أهل الجنة دعاءهم في أوقات الضيق وأكفة الضراعة المرفوعة إلى السماء طالبة القبول لأعمالهم والتوفيق للعمل الصالح، وأن يكونوا من ورثة النعيم، كما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. ولكن هل يشتهوا مثل نعيم الأرض؟ فإنه سيشتهون فوق ذلك بكثير، لأن أدنى أهل الجنة منزلة له أكثر من 10 أمثال نعيم الدنيا، كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا و10 أمثالها، أو إن لك 10 أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه، وهذه رواية مسلم. نعم، إن كل ما يشتهيه أهل الجنة يحصلون عليه، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقد وردت أحاديث في تلبية رغبة بعض أهل الجنة في الولد والزرع، وأن ذلك لا يحتاج إلى انتظار. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، وهذا إخبار عن المستقبل بصيغة الماضي لبيان أن الوقوع متحقق. فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فتبادر الطرف، أي سبق لمح البصر نباته واستواؤه واستحصاده، وكذلك تكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكما قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. رواه الترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو في صحيح الجامع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بكرمه ورحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جديدنا باستمرار. دمتم في رعاية الله وحفظه.